خلاص بعد أيام رمضان داخل علينا بكل ما فيه من طاعات وعبادات وصلاة وقيام وتراويح وصلة رحم وصدقة وعزومات وكل حاجة حلوة. ومع وجود الحاجة الحلوة ديت فيه عكس كده بالظبط، المسلسلات. المخرجين والممثلين والمنتجين مجهزين لك السنة دي تشكيلة ولا تشكيلة المنتخب. فأنا جاي النهاردة أقول لك احذر، رمضان مش للخسران. زي ما قلت لك، رمضان مش للخسران، مش للي منتظر المسلسلات ولا اللي منتظر صحبة والعزومات ولا اللي منتظر السهر طول الليل والنوم بالنهار. رمضان مش للي هيعمل دورة رمضانية وتلهيه عن التراويح. رمضان مش للي هينتظم في أول 10 أيام ويخيب في الباقي. رمضان مش للي هيفضل طول النهار ملهي في اللعبة على التليفون ويقول اهي حاجة تسليني. رمضان مش للي هيصوم كده وخلاص، ما كل الناس بتصوم. رمضان مش اللي هيروح ينام في الجامع ويقول لك اديني نايم يا عم. زي ما قلت لك، رمضان مش للخسران، وده مش كلامي، ده كلام جبريل عليه السلام لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل آمين آمين آمين، فالنبي قال آمين آمين آمين. فلما الصحابة سألوه رد عليهم وقال لهم 3 حاجات، من ال3 حاجات دول خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. انت عارف بقى مين اللي هيدرك رمضان ولم يغفر له؟ هم الناس اللي كنت بتكلم عليهم من شوية. هم الناس اللي هيضيعوا رمضان في المسلسلات والنوم والأكل. هم الناس اللي هيضيعوا ليلة القدر اللي عبادتها لوحدها بس بأكتر من 83 سنة عبادة. تخيل عبادة أكتر من 83 سنة من قيام ليلة واحدة بس، ده أكتر من عمر ناس كتير بتموت قبل كده. فاوعى تكون من الناس دي اللي هتضيع رمضان. خليك من الناس التانية اللي النبي قال عليهم غفر له ما تقدم من ذنبه. خليك من الناس اللي ربنا قال عليهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. خليك من الناس اللي هتختم القرآن أكتر من مرة أو مرات في هذا الشهر الكريم. خليك من الناس اللي هتيجي يوم عيد الفطر فرحانة بصيامها وقيامها والكام ختمة اللي ختمتها. اوعى تكون من الناس اللي هتقول انا سمعت كام مسلسل في رمضان. خليك من الناس اللي هتقول انا ختمت كام ختمة في رمضان. اوعى تكون من الناس اللي هتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني قدمت لرمضان. وبالنسبة للطلبة بتوع الكليات المغتربين او غير المغتربين اللي هيقضوا رمضان في الكلية، انا زيك بالظبط. انا عارف اننا هنيجي من محاضرات تعبانين ومرهقين ويا دوب نصوم ونفطر ونقرأ شوية قرآن وننام عشان اليوم اللي بعده. خصص ساعة في اليوم تقرأ فيها ورد قرآني وهتختم ان شاء الله. صلي التراويح على قد ما تقدر واوعى تكسل. اعمل اللي تقدر عليه وخليك عارف ان انت عندك ظروف والاجر مضاعف. انت استثنائي، اوعى تضيع رمضان، لان ده شهر رمضان. شهر رمضان شهر الرحمة والغفران. شهر رمضان شهر خيرات الرحمن. شهر رمضان شهر العتق من النيران. شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان. شهر تغلق فيه أبواب النيران. شهر يصفد فيه إخوان الشيطان. شهر قال عنه عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان شهر أفضل الليالي والأيام. شهر رمضان شهر يدخل صائمه من باب الريان في جنة من أعلى الجنان. شهر رمضان فيه ليلة خير من 1000 شهر، ما يعادل أكثر من 83 عام. وقد ذكرت سورة باسمها في القرآن أسى على قيامها النبي العدنان. شهر رمضان استغلوه في قراءة القرآن. انشغلوا بالنهار في الصيام وصلوا بالليل والناس نيام، صلاة تسمى صلاة القيام. وابتعدوا عن المسلسلات والبرامج والأفلام وما يفعله إخوان الشيطان ليضيعوا علينا الشهر الذي يأتي مرة في كل عام. فإذا فعلتم ذلك كله تدخلوا جنة ربكم بسلام. سلام.